من اوائل، لان كاسره توصلنا بالبلاغ قبل هذاك ما يخرج، توصلنا بالبلاغ وتلقينا ذاك البلاغ باندهاش حقيقي وباستغراب، لان تفاجئنا. المفاجاه بانه البلاغ كيشير بالاصابع الاتهام لطفله شابه في عمرها 17 سنه، والبلاغ واضح كيقول بانها متورطه، انه تورط في عمليه القتل بالضرب والجرح الذي ادى الى عمليه القتل. وتحدث البلاغ كذلك على ان هناك شريك من الاسره، شريك ماشي في القتل ولكن في اخفاء اداه الجريمه ومتعلقات بالجريمه. مستغربين، استغربوا اننا فتاه بوحدها دير هذه العمليه، ولو انك في المغرب فلا تستغرب. في الجيل ديال اليوم كل شيء تستغرب الامور. باش نفكروا نديروا، باش نفكروا اللي كاين اللي معروف بانه اللي دخل الدار غيكون واحد من المعارف، لان ما كاينش عنف والتكسير ديال الباب ولا تكسير الباب ولا التهشيم ديال هذه، ما كاينش عنف داخل الدار، يعني ما كاينش مقاومه، شي حاجه تهرست. يعني هنا تكلمنا بان شي واحد يدخل الدار دخل برغبه وبرضا ديال المرحوم انور، برضا واش كيعرف هو الصاحب، واش فتح له الباب ودخل. المهم ان اللي دخل برضا، بالرضا ديالو. شكون هما الله اعلم، ما يمكنش نوجهوا الاتهام لشي حد، لان من نتهموا غير اللي دخل راه هو برضا المرحوم انور. اول حاجه ما نمروش لعباد الله المغالطات، لان ملي كيكون التحقيق ما كيكونش الدفاع. الدفاع كيكون واكيل الملك ملي كتربح مع البوليس في الجلسات الاولى التحقيق ما كيكونش الدفاع، يعني ما كاين محامي. هذه الاولى. ثاني ملي كيكون التحقيق مع داك الشخص اللي معتقل. ثالثا ملي كيكون التحقيق مع داك الشخص المعتقل ياك ما عندوش الحق يدير اي تواصل مع اي واحد من الخارج. فبالتالي هاد الناس اللي جابوا هاد الهضره هذه شنو منين جابوها؟ بالتالي ما نمروش هذه اجهزه اعلاميه وصحافه وكذا، ما نمروش شي حاجه ما كاينه خارج القانون. والا الان كتهموا انتم القانون بان المحققين كيخرجوا الاسرار، بانهم سامحين للمعتقل انه يخرج الهضره ويتواصل مع اصحابه، ان سامح المحامي يدخل، وان سامحين ان هناك كذا. فبالتالي ما نمشيوش وراء شي حاجه اللي القانون يحرمها. وحنا عندنا ثقه ان في الاجهزه الامنيه يستحيل دير هذه المساله، يستحيل ان هناك تواصل خارجي ما بين المتهم، لان مادام المتهم مشد راه ما يتواصلش مع شي واحد. واش كاين شي حاجه تبرر القتل؟ يكفي سيروا عند الطبيب اللي دار التشريح الجثه، وفي تشريح الجثه واش كانت حاله الاغتصاب، واش كانت المقاومه، راه كلشي كيبقى في الضفرين. الا كان شي حاجه للظفر تاع ديال العنف كلشي كيبقى في الظفر. سولوا والصحافه يسولوا شوف كل التبريرات هي فارغه، وانا ما نسمعش حتى لهاد التبريرات. من الاحسن ما نسمعناش، لان ما كايناش، لان بحال هذيك غير كتخلق البوز وكيتخلق. وهذا اللي كنشجعوا على بعض المرات الخروج راه القانون واضح. كاين جوج، كاين المستجدات ديال القضيه، كاين المستجدات القضيه هي البلاغ اللي صدر الامن. اللي كاين الان اكيد ان هناك تنسيق امني ما بين الامن ديال تطوان وطنجه والعريش، وتنسيق ما بين الادارات الامنيه من اجل الوصول الى الحقيقه. وكاين الحاح على ضروره لانجاء باش يصرع هذه ضروريه الحفاظ على سريه التحقيق. والحفاظ على سريه التحقيق خاص حتى حاجه ما تخرجش، وخاصه الاعلام، خاصه اذا كانوا هناك شركاء ولا كان شي حاجه غنزيدوا نعقدوا الامور. فنخليوا الامن يديروا. والامن الان ماشي انا باغي، الامن هو من مصلحته انه في اي وقيته خصو يخرج الجديد، لان القضيه اصبحت قضيه راي عام وطني. الى ما كانتش تولي قضيه راي عام دولي، لان كل شخص يعرف شنو كاين، وهذا كل شخص يعرف كاين. راه الامن هو من تكون تجي شي خبر ديك الساعات راه ينشروا اكيد، ولنا ثقه. هي عتبان الحقيقه ما عثرتش المرحوم لحد الساعه، باقي حنا مع المرحوم. اكيد بغينا هذه الحقيقه تبان، واكيد فوق ما بانت الحقيقه شحال ما بانت ماشي عترجعنا المرحوم، ولكن غير شويه ترتاح، ماشي غير شويه. ما يبقاش ديك الاسئله شكون قتلوه، فوقاش قتلوه، وعلاش قتلوه. هذه الاسئله غتمشي وننتبهوا ديك الساعات الوضعيه والحاله النفسيه ديال العائله. تبلغنا كذلك بهذه، وكان تواصل، كان الاخبار كذلك، تبلغنا بهذه، وتبلغنا قبل ما يصدر البلاغ، تبلغنا بهذا الشيء، تبلغت كعائله.